والله شوفي، مسألة انه انت متقبلة شكله اذا ما في تقزز. اذا انت والله قرفانة مرة، اذا جاني مسك ولا بيحضنك نادي، بيحضنك بهذا ما في تقزز ولا كره يعني، لا كملي ان شاء الله خير. اما اذا لا في تقزز وفي كره كذا، لا انسحبي من هذا الزواج. والله الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجهنا بالنظرة الشرعية، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى الا عشان فكرتها، الا عشان في يصير يدوم، يصير في تقبل بيناتنا، يصير في استلطاف، يصير في يعني تتقبلني واتقبلك شكليا، ما اقدر اشوفك جوهريا بالشوفة الشرعية. فانت افضل انا بصراحة انك انت زي ما قلت لك، على حسب نوع عدم التقبل. اذا مرة مزعج لك مشاعرا وتكرفين وقابليه مرة ومرتين وثلاثة، ما انت قادرة تمسكين وما انت قادرة تحضنينه او شيء، اسحبي نفسك. اذا لا، ماشي الامور، بس مو بولواو ولا ماني بعجبني مرة ولا شكله، لا امشي بالموضوع ان شاء الله خير لك يا رب ان شاء الله. طيب.